شهر رمضان بيكون تحدي كبير جدا لمرضى السكر والمرضى اللي عندهم مقاومة انسولين وكمان مرضى الغدد الصماء. وعلشان كده هنجاوب ونعرف كل المشاكل دي وحلها مع دكتورة مريان مجدي، استشاري أمراض البطنة والسكر والغدد الصماء واستشاري التغذية العلاجية. أهلا بيك يا دكتور مريان، منورانا ورمضان كريم وكل سنة وانتي بألف خير. وحضرتك طيبة يا دكتورة، كل سنة وانتي طيب. تمام يا دكتور، في رمضان ناس كتير بيبقى عندها مشاكل وخوف، خاصة مرضى السكر والمرضى اللي عندهم مقاومة انسولين او عندهم مشاكل في الغدد الصماء وهكذا. اول سؤال بيواجه على طول المرضى دي هو: هل ممكن اصوم وانا مريض سكر، ولا هيجيلي هبوط وهدوخ او مش هقدر اتحمل الصيام؟ وهل في مرضى سكر بعينهم او مقاومة انسولين لا هنا اقول لا الصيام بيبقى خطر عليهم جدا وما يصوموش؟ طبعا هو تحدي كبير، بس طبعا المفروض المريض بيبقى بتابع مع الدكتور بتاعه، يقدر يصوم بكل امان، بس لازم يبقى مخطط ازاي هيصوم. لازم طبعا قبل الصيام بيبقى مع الدكتور بتاعه بيتابع مستويات السكر في الدم عن طريق السكر الصايم والفاطر والتراكمي. الدكتور بيقدر يحدد له عن طريق التحاليل دي، يقدر يحدد له مواعيد الأدوية بتاعته ومواعيد وطريقة الأكل بتاعته، وبكده يقدر يصوم صيام آمن ومبقاش فيه أي مشكلة. سواء مريض السكر أو مقاومة الأنسولين. بالعكس، ده احنا الصيام عندنا لمريض مقاومة الأنسولين بيبقى جزء من علاجه، جزء من زي علاجه الصيام المتقطع. بالظبط، جزء من علاجه، وبيساعده في انه يعمل تنظيم لوجباته بعد كده بعد الصيام. اوكي، يعني هو لازم المريض عشان يصوم بطريقه امنه، اللي هو مريض السكر، لازم يعمل التحاليل كامله اللي هي السكر التراكمي بالظبط، ويراجع الدكتور بتاعه مع الطبيب المختص ويحدد له المواعيد بتاعته بالظبط. اوكي، بحيث ان هو ياخد ادويته بشكل امن امتى وازاي وكل حاجه، لكن ان هو لو تحاليله متظبطه بيصوم بشكل عادي جدا وما بيبقاش فيه اي مشاكل، هو ممكن يدوخ او يهبط او لا، مادام متابع مع الدكتور والدكتور محدد له المواعيد بتاعه ادويته والمواعيد ونوعيه اكله بياكلها ازاي، ومستويات السكر في الدم مظبوطه، فهو امن لكل انواع السكر، تايب 1 وتايب 2، سكر النوع الاول والنوع الثاني. دكتور، طب بتشوفي ايه اكتر الاخطاء الشائعه بقى اللي بيرتكبوها مرضى السكر او مقاومه الانسولين او مرضى الغدد الصماء بشكل عام؟ يعني اكيد في اخطاء او كوارث بيعملوها خاصه في رمضان، علشان بقى رمضان بيحب الاكل قوي يعني. الكارثه الكبرى الحلويات. ده اساسي يعني. الكنافه والقطايف والبسبوسه دي اكتر حاجه من الكوارث لمرضى السكر. وبرضو العصاير، هم بنبقى عطشانين بعد الفطار، فاول حاجه بنجري عليها العصير. طبعا. فدول اكبر كارثتين لمريض السكر. وكمان عصير رمضان بتبقى يعني غنيه بسكريات جدا. عشان كده انا دايما انصح اي مريض اقول له اول حاجه افطر اشرب ميه. اشرب ميه، نشرب عصير، بس ما يبقاش بالكميه اللي تروي عطشنا بيها العصير. لا، هنشرب ميه نشرب عصير، بس ما يبقاش بالكميات الكبيره اللي تروي عطشنا بيها. اوكي، طب لو المرضى مثلا بيفطروا على تمر، هل برضو ده تمام؟ عادي، لو تمام. لبن مفيش مشكله. تمره او 3 تمرات، عدد قليل مفيش مشكله خالص. مش 11 والارقام الفرديه لا الماكسيمم اللي بتحصل دي. بالظبط. اوكي، طيب دي يعني اول كارثه كده، السكريات اللي هو التركز سواء على العصاير بشكل مبالغ فيه او على بقى الحلويات الشرقيه زي ما بنقول القطايف والبسبوسه والكنافه. ايه تاني مثلا اكبر خطأ بقى بيعملوه مثلا مرضى السكر برضو؟ قلة الحركة. دي اكتر حاجات بتخلينا في رمضان السكر يعلى. الحلويات، الاكلة بتبقى تقيلة ودسمة، وقلة حركة، والعصاير. اوكي، اكتر من يعني دول 4 كوارث. دول كوارث بالنسبه مشهور بكل ده يعني. دول كافيين ان يخلوا مريض مقاومة الانسولين يدخل في سكر. بالظبط. بدل لما يستفيد من الصيام كمريض مقاومة انسولين بالصيام المتقطع، لا ده قادر ان هو، فانا استغل رمضان يا اما يبقى وسيله هايله ان انا اتعافى بالظبط او اصلح مقاومه الانسولين، او استغله ان هو لا انا كارثه وهدخل اطلع مرضان بقى وعندي سكر. دكتور، طب لو جينا اتكلمنا عن ايه العلامات او الريد الارم لمريض السكر اللي لو حصلت في رمضان اقدر اقول لا كده في حاجه خطر، ستوب، ولازم اغير بقى كل حاجه انا بعملها؟ في علامات هي بالظبط علامات ارتفاع مستوى السكر في الدم، او ان السكر وطي في الدم. اوكي. الدوخه، التعب، الارهاق، الجسم كله بيبقى متلخبط، عطش مستمر
ودخول الحمام كتير، كثرة التبول باستمرار، دي كلها علامات بتقولي ان السكر ابتدى يعلى. أيوة. فدي تديني ريد الارم، لا هدور واحلل واشوف انا وصلت لحد فين. او العكس، ان ادخل في اعراض الهايبوجلايسيميا، الدوخه بقى، وان انا هبطان خالص واحس الدنيا اصفرت قدامي وهقع من طولي. ساعتها دي ممكن اكون دخلت في هايبوجلايسيميا، ان مستوى اكلي مش متوازن مع مش يعني العلاج مش مناسب مع الاكل اللي انا باكله. أوكي. الحاجتين دول ريد الارم، لا لازم ادور وارجع للدكتور بتاعي عشان يقول لي ايه المشكله حصلت فين واتفاداها بعدين. طيب دكتور، افهم من كده يعني المريض السكر لازم ان هو يقيس السكر على طول في البيت، علشان يعني برضو ما يستناش ان ممكن الاعراض دي ويبقى خلاص دي اتاك ان هو لا خلاص انا لازم ادخل مستشفى مثلا؟ بصي، هو مش لو على طول. هو احنا لو السكر عالي بنستمر في قياسه لحد ما يتظبط. اوكي. لحد ما نوصل لمرحله ان انا مش مضطره اقيس كل يوم، لا انا خلاص انا حاسس ان خلاص انا مستوى سكري مظبوط، علاجي مظبوط، اكلتي هي ما اتغيرتش. أيوة. فانا في مستوى السكر الطبيعي، ولا هو عالي ولا هو واطي، وانا حاسس بجسمي، مش حاسس ان في اي اعراض مضايقاني ولا حاجه من الاعراض اللي ممكن تحسسني ان انا في هبوط او علو في السكر. لكن لو في خمول، نعاس كتير، كثرة تبول، هنا بالظبط بقف وبشوف وبقيس وبرجع بقى لطبيبي المختص. بالظبط. دكتور، طب بما ان في ترندز كتير قوي للتخسيس دلوقتي، ايه حقن التخسيس، المكملات الغذائيه وهكذا، امتى اقدر احكم او امتى دكتور مريان تقدر تحكم لا ان المريض ده eligible ان هو عادي ياخد الحقن التخسيس او الجي ال بي 1 اللي موجوده دلوقتي في الماركت او في السوق، وامتى لا المريض ده دكتور مريان تقول لا مش هينفع ياخد الحقن دي، ممكن ياخد مكملات عن طريق الفم او اورال كبسولز وهكذا؟ بصي، هو كل مريض وليه العلاج بتاعه. اوكي. وده طبعا اللي بيحدده الطبيب المعالج ليه. ما فيش حد يقدر يمشي مع نفسه كده. طيب الحقن هي مفعول، بتجيب مفعول، بس مش كل الناس ينفع تاخدها. وده برضو بيعتمد لتقييم الطبيب المعالج للحالة. ما ينفعش حد يقول انا اخدها وحدي كده وخلاص. تمام. طيب ايه الحاجة اللي تخليني اقول للمريض اللي قدامي لا انت ما ينفعش؟ لو انا في تاريخ مرضي في العيلة باورام في الغدة او امراض سرطانية في الغدة، اوكي، دي انا بقول له لا يستحسن بلاش الحقن. في حاجات تانية المفروض بنعملها، بنعمل تحاليل وظائف انزيمات بنكرياس ووظائف كلى ووظائف كبد، لو فيهم مشكلة طبعا بنرجح ان بلاش الحقن، وبرضه بيرجع لتقييم الدكتور بتاعه. في الحقن حلوة وجميلة وكل حاجة، بس مفيش علاج بناخده بيجيب نتيجة من غير ما يكون ليه أعراض جانبية. طبعا. وكلما زادت فاعلية الدواء اللي بناخده أو العلاج اللي بناخده، كلما زادت الآثار الجانبية بتاعته. ده حقيقي 100% صح. فلازم كل مريض يبقى متابع مع الدكتور، وهو اللي يقوله ده فوائده ايه وعيوبه ايه، وفي نفس الوقت يبقى عارف ايه المضار اللي ممكن ترجع على المريض ده لو خده وهو ما ينفعش ياخده. اوكي. اصل هو يا دكتور فعلا يعني كويس قوي ان انت تركتي البوينت دي، لان في ناس كتير لا صاحبتي خست بالحقن خلاص انا هنزل اجيب الحقن دي، او يعني كمان في مراكز كتير بتسميها دلوقتي اسامي مش علميه، اللي هو بيبقى حاطط مكونات تانية ما حدش عارف بالظبط ايه الاضافه اللي حاططها، ودي حاجه في منتهى الخطوره اكيد. يعني فنفهم من كده زي ما حضرتك قلتي ان لازم اعمل التحاليل اللازمه مع الطبيب المختص بتاعي طبعا. سواء بقى للبنكرياس، وظائف كلى، وظائف كبد، ولو عندي اي تاريخ مرضي ليه اورام في الغده او الثايرويد يعني بالاخص لازم بتوقف طبعا. او بتبقى كونترانديكيتد او طبعا. ممتنع عنها. بالظبط. طيب دكتور، لو جالك مريض امتى تقولي ان المريض ده عادي ممكن اظبط له اكله فينزل في الوزن، او المريض ده لا محتاج زقه بقى بمكملات غذائيه؟ يعني امتى بتحكمي في كده؟ وهل لو هو مريض سكر وعايز يخس برضو بيوقفك في الحكم عن طريق حاجه معينه كمكملات او غيرها وهكذا؟ بصي، هو كل الناس لو مشيت على نظام اكل وقدرت تمشي على نظام اكل فهيبقى في استجابه لجسمها، لا طالما هم ما عندهمش امراض او ما عندهمش حاجه في الغدد الصماء، سواء مقاومه انسولين او مشكله في الغده او اي مشكله تعوقني في نزول الوزن. فما فيش مشكله. طيب
في ناس بتقدر تكمل بالطريقه دي من غير ما تبقى محتاجه اي مكملات غذائيه. في ناس بتبقى محتاجه مكملات كإرادة، يعني عندها إرادة. بالظبط، كاراده وكاسلوب حياه، كنمط حياه. لايف ستايل يعني بتاعه. اقدر ان انا اكلي كله اعمله لنفسي ويبقى في بيتي، واعرف اكله بالطريقه الصح اللي هيتقالي عليها. تمام. لكن في ناس ظروف حياتها مش بتنفع، يعني انا اليوم كله بره البيت وهضطر اكل بره، وهضطر اكل نوعيه اكل معينه. فدي الناس هي عندها اراده وكل حاجه، بس في ظروف حواليها فرض نمط الحياه، فرض عليها ان هي مش عارفه، يا اما بقى هي تبقى ست بيت كويسه ان هي تحضر كل وجباتها وتاخدها، بس هي صعب يعني، فمش اسهل حاجه يعني. فساعتها بقى ممكن نبتدي ناخد حاجه او ننصح بمكملات غذائيه. في مكملات غذائيه بتقلل امتصاص الكارب من امعاء. في مكملات غذائيه بتعمل بالك في المعده او بتنفش كده في المعده، فتعمل لي بتخليني بتحسسني باحساس بالشبع فتره طويله. حاجات زي كده. في مكملات غذائيه بتقلل امتصاص الدهون وهكذا. اوكي دكتور، طب مريض مقاومه الانسولين لو جينا اتكلمنا عليه بالاخص، ايه اكتر حاجه ممكن يعملها تحل له المشكله دي؟ يعني لو قلنا 3 نصايح ذهبيه لمريض مقاومه الانسولين ممكن ان هم يمشي عليهم عشان الراجل ده ما يجيلوش سكر. فهم فعلا 3 حاجات. طب حلو. اول حاجه نمط اكل صحي متوازن. مش هيمنع حاجه، بس هياكله بطريقه متوازنه. يكون الوجبات بتاعته تحتوي على بروتين، كربوهيدرات، خضروات طازه، لان الخضروات الطازه دي فيها انتي اوكسيدانت مفيده جدا لكل حاجه في جسمه. ده حقيقي. تاني حاجه حركه مش لازم رياضه، حركه ان شاء الله مشي، بس المهم امشي الدوره الدمويه بطريقه كويسه في الجسم. الحركه دي حلوه جدا. اخر حاجه شرب كميه كبيره من الميه. هايل. هو كمان دلوقتي الهرم الغذائي اتغير او اتقلب او اتعدل يعني هو كله بيقول ان هو اتعدل، ان بقى طبعا التركيز على البروتين بشكل اساسي جدا. فلو انا ركزت على البروتين بشكل اساسي، واحنا يعني دايما بنقول، لو احنا بنقول مع مزورة رجع رمضانك على اصوله. فدلوقتي للأسف بعد كل التسهيلات اللي بقت موجودة في الحياة، بقى كل الناس بتركب العربيات، بتروح حتى بمواصلات، بقت يعني الحركة بقت قليلة جدا مع انتشار الابليكيشنز حتى بتاعة الأكل والابليكيشنز الصيدلية، بقى كل حاجة أسهل. حتى بغسل أطباقي ممكن لا بديش ووش، يعني كل حاجة بقت أسهل. فالحركة أبطأ في زماننا دلوقتي. فإحنا عايزين فعلا نرجع كل حاجة على أصولها. فإن أنا مريض مقاومة الأنسولين أزود له بروتين كويس قوي، واركز على الخضار عشان ريتش بالانتي اوكسيدنت او مضادات الاكسده، وكمان اتحرك قدر الامكان. وميه، شرب ميه كتير. شرب ميه كتير دي بتمشي الدوره الدمويه وبتخلي على فكره بتزود معدل الحرق. يكفي انها انا بسميها كده بتغسل الدم من الويست برودكتس اللي فيه. صح جدا. ومفيده قوي كمان في رمضان حته الهايدريشن او الترطيب، طبعًا. ان انا اهتم بيه. طبعا دي مفيده جدا جدا، بحيث ان انا بصوم وقت كبير، فكأن ده تعويض لتاني يوم عن ساعات الصيام اللي هتبقى موجوده. انا عايزه اقول ان اول حاجه في علاج اي حاجه، اي مرض، موديفيكيشن لايف ستايل. صح جدا. اشوف ايه اللي انا بعمله غلط، هو اللي وصلني لكده، قبل ما ابتدي اخد علاجه اشوف ايه اللي وصلني لكده، وعالج السبب. هلاقي الدنيا مشيت معايا سموث. صح جدا. وعلى فكره ده بيكون اسهل للمرضى طبعا. يعني ان انا اصلح، زي اللي بيعمل مثلا نظام غذائي صحي، ان هو يقص الحاجات الغلط احسن ما انا التزم بزي الكوميكس اللي هي زيتونيه. مش عارفه ولما بنيجي نعمل نظام صحي واعمل موديفيكيشن لللايف ستايل للبيشنت هو كل حياته غلط، مش هعرف اقلبه 180 درجه مره واحده. صح جدا. لازم اخده تدريجيا. صح. يعني اقول له انت يومك ماشي ازاي، ونبتدي نتفاوض بقى مع بعض. طب تعالى خطوه لقدام، تعالى خطوه لقدام، تعالى خطوه لقدام، لحد ما نوصل لمرحله ان اللايف ستايل بتاعه اتظبط شويه. فاللي كان بيحصل له قبل كده والارتفاع السكر او وزنه الزايد ابتدى الوزن ينزل، ابتدى ارتفاع السكر بتاعه يتظبط، وابتدت حياته تمشي برتم احسن بكتير. صح جدا يا دكتور مريان. دي اكتر حاجه بتقفل المرضى، ان انا يعني زي ما بيقولوا ابتدي له بالصعب على طول، فهو مش عارف، فيتقفل من اول يومين خلاص مش عايز يكمل النظام. لكن انا مثلا لو قلت له طب قلل سكريات الاسبوع ده، الاسبوع اللي وراه طب قلل دقيق ابيض، كده هيبدا يتشجع. اول حاجه ان هو هيلاقي نتائج، تاني حاجه هيحس ان الحاجه مش صعبه عليه، تالت حاجه هيبدا يلتزم وهينبسط. ان انا بس لو انا قللت الصودا مثلا اللي باخدها، قللت السكريات، قللت الدقيق الابيض، ابتديت اركز شويه على البروتين، بدل لما امشي لا انا الفطار لازم
1 2 3 الغداء هبتدي اتقفل، فدي فعلا. بصي بالظبط كده، زي ما انت مثلا تجيبي كتاب كبير لواحد وتقول له انت عايزك تحفظه لي بكره، صح. تذاكره لي وهتمتحن فيه بكره، مش No خلاص way. نو واي. لكن لما تقول له مثلا انت النهارده هتذاكر الصفحه دي وبكره تذاكر الصفحه دي، واحدة واحدة على نفسكوا يعني. هتلاقيه بعد مثلا شهر لا خلاص لم كل اللي في الكتاب عنده. ومبسوط انه بدأ يلاقي نتيجة. هايل جدا. يعني دكتور، طيب ازاي امشي رمضان بشكل صح لو انا مريض سكر او مقاومة انسولين او عندي اي مشكلة في الغدد الصماء؟ ازاي كده امشي رمضان بشكل صح، وجباتي تبقى منظمة، برضو ترتيب الوجبة نفسها بيفرق وهكذا. طبعا. بصي هي الوجبات زي ما قلت كده لازم تحتوي على بروتين، كرب معقد، خضروات طازة، ولازم شرب ميه. لازم ميه. يعني احنا مشكلتنا في رمضان ان الناس بتنسى شرب الميه. انا بسال بتشربي قد ايه ميه؟ لا يا دكتوره دي هي كوبايه واحده بس. لا كوبايه واحده بس. خلي بالك في حاجه هقولك عليها، احيانا المعده بتقول انا جعان بس هي في الاصل عايزه ميه. يعني هي بتقول انا فاضيه بس مش قايله للبرين انا عايزه ميه ولا عايزه ولا عايزه اكل. بالظبط. فاللي حاسس بالجوع فهياكل. لا نشرب ميه، ما ننساش نشرب ميه. وخصوصا ان احنا الجو دلوقتي مش جو حر، فاحنا مش حاسين بنشفان الريق اللي بيخلي الواحد عطشان قوي. بالظبط. بس فشرب الميه، الوجبه تكون متوازنه، والكرب المعقد ده من الحاجات يعني مش بقول انا مريض السكر ومقاومه الانسولين ما بقولوش انا همنع لك كرب خالص، لا بقول له ناخد كربوهيدرات معقده اللي يكون ليها جلايسيميك اندكس متوسط او واطي، ما يبقاش عالي. زي العيش البلدي، العيش البني، التوست الاسمر، الحاجات دي. نبعد طبعا عن الحلويات او ناكلها بس بكميات بسيطه. النشويات البسيطه بقى دي يعني الحلويات الشرقيه دي لو هناكلها تبقى كميات قليله، مش لازم ناكلها براحتنا. لا طبعا. الحركه مهمه جدا جدا لمريض السكر ومقاومه الانسولين بعد الفطار. بلاش الوخم اللي بيبقى بعد الفطار ونقعد ما نتحركش. حتى لو مشي وقت مش كبير ويستنى ممكن بعد الفطار شويه اللي هو يهدى بس ويبدا مش بعد الفطار على طول ويبتدي يتحرك. اي حركه، مشي ربع ساعه، اي حركه. والسحور طبعا برضو ما فيش حاجه اسمها نسيب السحور، لا يتسحر. ويتسحر برضو وجبه تكون ملمه ببروتين وكارب وخضروات. تكون طبعا تحتوي على الالياف عشان خاطر تحسسه بالشبع لفتره اطول. بالظبط عشان يعوض ساعات الصيام ما يحسش ان هو جاع بسرعه. يبعد طبعا في السحور عن اي حاجه فيها سكر. دكتور مريان، طب لو هقولك عايزه نصيحه ذهبيه واحده لمريض مقاومه الانسولين في رمضان، ونصيحه ذهبيه واحده لمريض السكر في رمضان، هيكونوا ايه؟ هقول لمريض مقاومه الانسولين اعتبر الصيام كانه صيام متقطع، وابعد عن السكريات فيه، هيجيب معاك نتيجه كويسه جدا جدا. اطلع منه كسبان بقى. اطلع منه كسبان. بالظبط. تاني بالنسبه لمريض السكر اشرب ميه وابعد عن الحلويات. دكتور مريان، طب حضرتك شايفه رجاله اكتر ولا سيدات بيكونوا عرضه اكتر للسمنه؟ ومين بقى اللي بيكون ملتزم فعلا انه يخس يعني او عايز يعني؟ بصي هما الاثنين عرضه للسمنه، بس في الستات بعد سن 40 والمينوبوز والتغييرات الهرمونيه واللايف ستايل، انها ما بتتحركش كتير وما بتلعبش رياضه، بتبقى اكتر في السمنه من الرجاله. بعد سن اليأس بقى والتغييرات الهرمونيه، فبتبقى في زياده في الوزن غير مبرره بالنسبه لهم. وهكذا. بالظبط. فهم بيبقوا اكتر شويه. والستات بحس ان هم اكتر عايزين يخسوا. لا، هو الراجل لو عايز يخس هيخس، بس ممكن الرجاله ما بتكونش حاطه في بالها انها تخس. ده حقيقي. يعني انا بشوف ان الست بتبقى عايزه تخس بس مش عارفه او مش يعني ما فيش اراده، بس النيه موجوده. ايوه. لكن لو الراجل الميل قرر ان هو يخس وفي اراده، هيبقى الريزلتس بتاعته بس اكتر بكتير. بكتير. بس هو مش بيحس بالارج او النيه ان انا عايزه اخس، مش فارق له قوي زي الست. في فرق لهم. لا، في ناس طبعا بتبقى فرق لهم، بس الاغلبيه ستات. الاغلبيه ستات ان نفسهم يخسوا بس ما فيش التزام قوي. لكن الراجل بيبقى اكثر التزاما. مين اللي فعلا بيخس؟ اللي عنده مشكله، اللي ما عنده مشكله صحيه وحل بتاعها ان هو يخس. فده هو مش هدفه ان هو يقلل وزنه عشان خاطر يبقى شكله حلو في المرايه. لا، هو هدفه ان هو ينزل في الوزن علشان خاطر في مشكله صحيه بتاعته حلها
نزول الوزن. سواء بقى خشونه، امراض قلب، سكر. يعني دي بالنسبه له علاج ريد السمنه ألارم. ده لايف سيفنج، صح. مش رفاهيه، دي لايف سيفنج. فده بيبقى هو كير على نفسه ان هو لازم وزنه ينزل. ودي فعلا بتكون باينه قوي حتى في الان بادي اللي بيعملوه، لما بنلاقي الدهون الحشويه بتاعتهم عاليه جدا، او مؤشر كتله الجسم او البي ام اي واصل لمراحل خلاص بتبدا ان هي تبقى ريد الارم. لا انت مش هتخسي عشان تبقي اجمل، لا انت هتخسي عشان لازم تخسي علشان تتفادي امراض القلب اللي ممكن تحصل لك، او المضاعفات الرهيبه من السمنه، لان خلاص السمنه بقت مرض مش بقت حاجه. يعني دلوقتي احنا مش بنسميهم كلاينتس، احنا بنسميهم بيشنت. يعني هو مريض، هو مش حد جاي رفاهيه يعني. بالظبط. اوكي دكتور، طيب لو جيت سألتك ايه اغرب حالة شفتيها لمريض سمنة جالك قبل كده في رمضان او غير رمضان، يعني ايه اغرب حاجة؟ اكيد يعني في حالة علمت معاكي قوي لمريض سمنة، وازاي اتعاملتي مع المريض ده؟ اغرب حاله جات لي في رمضان هي واحده ست كانت فاقده الامل خالص انها تخس، وما عندهاش ويعني وكان حالتها النفسيه وحشه جدا جدا جدا، وقالت انا عارفه اني مش هخس خالص في رمضان، وسكرها كان مش مظبوط، وناس كتير قالوا لها لا مش سكر، ما ينفعش تصومي عشان السكر وكده. وكانت داخله في درجات سمنه. كانت أوكي. بصي هي بقالها اكتر من سنه متابعه معايا. اوكي. بس ده كان في رمضان، مش ده كان رمضان اللي فات اللي قبله. هي خست تقريبا حاجه و40 كيلو. واو هايل. صامت رمضان، السكر بتاعها راح خلاص، مفيش سكر، كانت دايابيتك اصلا، وكان السكر التراكمي بتاعها معدي 9.5. هي حاليا اصلا ما بتاخدش ادويه سكر، هي جوست متابعه معايا بتوزن. يعني هي كانت مريضه سكر، مش مقاومه انسولين بس، دي مريضه سكر. كانت دايابيتك بيشنت، كانت دايابيتك. حاليا هي بتيجي بس عشان تتوزن وتعمل الانفستيجيشنز بتاعتها كل كام شهر عشان اشوفها، عشان تطمن ان هي هايل يعني. هي كان عندها اراده. هي اول مره جات لي كانت مدمره نفسيا. دكتور مريان، طب بالنسبة للتطور اللي حصل آخر 10 سنين في مجال السمنة بشكل عام، سواء بقى في مكملات غذائية، في الحقن اللي منتشرة للتخسيس، في الجي ال بي 1، ايه رأيك في التطور الرهيب اللي حصل في آخر 10 سنين من ناحية السمنة وهكذا؟ التطور ده خلى مفيش مريض ما عندوش أمل خلاص. أوكي. كل واحد وليه الحل بتاعه. ما بقاش صنف واحد، دواء واحد هو اللي الناس بتاخده، خدته ما جابش معايا نتيجة، لا. بقى كل واحد وليه حل، مفيش حاجه ملهاش حل. ده ما ينفعش معاه كذا هينفع معاه كذا، ما ينفعش معاه كذا هينفع معاه كذا. فادى امل لكل الناس، ما بقاش في حاله صعبه ملهاش حل، لا. بالزبط. كل الحالات بقى لها حلول، لان كل حاجه بتشتغل بطريقه غير التانية، ميكانيزم مختلف وكل مريض هيلاقي الحاجه اللي تناسبه. اوكي. زمان كان في صنفين 3 كده، فمش بتنفع مع كل الناس، نتيجة ضعيفة جدا، واللي هو ورقة الدايت اللي باخدها من صاحبتي او جارتي وامشي عليها واتقفل بعد يومين وهكذا. فهي خلت خلاص يعني مفيش مريض سمنه يقول مش هخس، لا خلاص انا عندي حلول. وكمان بقى في وعي زايد، يعني دلوقتي في ناس لو بتقرا كتير او بتشوف كتير، هي قادره ان هي بتعرف تظبط اكلها زي ما انتي بتقولي يا دكتور. يعني لو سمعوا مثلا حضرتك بتتكلمي عن ازاي اظبط مقاومه الانسولين، ان انا اركز على البروتين، هبتدي اعرف طب البروتين موجود في ايه اكل، هبدا انا من تلقاء نفسي الوعي بتاعي عالي، فهبدا انا اظبط اكلي، ما التزمش بقى بالورقه وهكذا، او اشوف زي ما قلنا ايه اللي بعمله غلط وابدا اقلله. فانا ممكن اطور واعمل نظام صحي غذائي وانقل ده مثلا لاولادي، فانا كده زودت الوعي للعيله كلها، فدي حاجه هايله يعني. وفعلا زي ما الدكتور بتقول مفيش اي مريض دلوقتي ملوش حل، كله ليه حل، كله ليه حل في اخر 10 سنين. هايل. طيب دكتور، امتى تقدري تشوفي دلوقتي مريض عنده سمنه مفرطه وتقولي لا انا المريض ده لا يو هاف ان انت بالظبط تدخل جراحه، يعني مش to be managed بالحلول اللي موجوده في السوق دلوقتي؟ لما يكون الجراحه دي لايف سيفنج لي، هو في حاله حياه او موت، انقاذ يعني بقى. هو مريض بحاجه معينه وحله ان هو لازم يحصل رابيد ويت ريدكشن، فخلاص هي حلها كده في اسرع وقت، اللي هو مش هستنى بس وقت هي كبير. اخر حل خالص بالظبط. هي اخر حل، يعني الجراحه دي مش بنقولها
مش يعني رفاهية مش رفاهية ان كل اللي عايز يعمل بالظبط. عمليات تكميم او كده، لا. اه. يعني وعلى فكرة يعني هو في وزن معين بتتعمل فيه، مش اي واحد، مش وزن واحد، مش واحدة وزنها 80 كيلو تروح عامل عملية، لا بالظبط، صح. لازم يكون معدي وزن معين، معدي لل100 عشان according خاطر للجايدلاينز، بالظبط. اه. هو ده اللي بيعمل بيدخل في السيرجري. واكون متاكد من الظروف الصحيه ان هي مناسبه للدخول في الجراحه اصلا، لان زي ما قلنا كل حاجه برضو بيبقى ليها مخاطرها، ولازم اتاكد من الطبيب اللي بتابع معاه ان مش اي حد لا اللي هو هيروح عايز اعمل عمليه زي صاحبتي. دايما اقول ان الحاجة لو ما توصفتش صح مم. بتبقى المردود بتاعها وحش على كل حاجة. يعني صح. ايه؟ يعني زي ما احنا مثلا حقن الGLP هي لو متوصفة صح للمريض، عمر ما حد هيطلع عليها يقول دي عملت كارثة في كذا وعملت كارثة في كذا وعملت كارثة في كذا. طب عملت كوارث ليه؟ عشان الناس خدتها بطريقة غلط، او ما خدتهاش بالطريقة مش تحت اشراف مش طبيب تحت اشراف اصلا. دكتور او زي او كده. في بعض المراكز اللي هو رايحه. تمام. لازم الحاجة تتوصف صح عشان نتيجتها تبقى كويسة وصح. يعني انا لو محتاجه اتدخل في اسرع وقت لنزول الوزن، اوبشن طبعا الجراحه لايف ده. سيفنج لو حد عنده مرض محتاج رابid ويت ريدكشن، لايف سيفنج. او في موربيد اوبيزيتي دي ملهاش حل، يعني مش هعرف مصحوبه بامراض. ما موربيد اوبيزيتي مصحوبه بامراض، خلاص يبقى ده حله جراحه. اوكي. هيعمل دايت قد ايه ولا قد ايه ولا قد ايه، وهو عاوز وزنه ينزل بسرعه. لان اثناء الوقت اللي ممكن ياخد فيه ان هو يظبط نظام غذائي، لا ممكن حاجات خلي تانية بالك هو تتأذي ممكن في يكون عنده اصلا مشاكل صحيه، مشاكل مرضيه أيوة. هتخلي نزول وزنه بطيء او مفيش نزول وزن. ايوه صح. بس لو عنده خمول في مش خمول، هو مثلا لو واحده مثلا بتعاني من ارثرايتس، هتقولي لها أيوة. اتحركي ازاي؟ مش عارفه تتحرك. فهو انت كده لو انت قلت لها لا مش هتدخلي في سيرجري وهنعمل دايت ونجرب احنا الناس كده اللي عندها بندمرها. مشاكل في المفاصل احنا كده وهكذا. بندمرها، وخصوصا لو هي ونفسيا وكل حاجه. وستات كتير فعلا دلوقتي بقت تشتكي من الخشونه، وهي فعلا حلها نزول الوزن، ولو واصله لدرجات متقدمه جدا. وغير الخشونه في امراض تانية كتير. يعني حاجات كتير الدكتور بيقول لا خلاص انت هنعملي عمليه، انت لازم تعملي تكميم، انت لازم وزنك ينزل ب30 وال40 كيلو. على فكره مش سهل ان حد ينزل بدايت بس كده 30 و40 كيلو وفي وقت قليل. وفي وقت قليل الموضوع بيبقى صعب. وعلى فكره برضو بالسيرجري مش بتبقى في وقت قليل، بس بتساعد طبعا. بتبقى ايه، قطعت شوط كبير معاها يعني. وغير التكميم في حاجات بقى زي بالون المعده وهكذا، يعني ممكن تدخلات اخف يعني. في كذا حاجه. طيب ميرسي قوي يا دكتور، ونورتينا النهارده يا دكتور مريان، وكل سنه وانتي طيبه وبألف مليون خير. ميرسي يا دكتوره يوستينا، ورمضان كريم. وخليك فاكر لو انت مريض سكر خليك واعي، اسأل طبيبك، وكل اكلك بمنتهى الذكاء.